اللي بيحصل عندك بقى، ركزي معايا، ان انت عايزه تشوفي اخره ايه. اي حب فيه تعلق بيحصل نفور. بنتخدع في الناس. ليه بنتخدع في الناس؟ انت لما بتغيب عنها وما بتردش عليها بتضرب عندها الامان. بنتخدع في الناس. ليه بنتخدع في الناس؟ الحقيقه اللي ممكن تكون صعبه شويه ان احنا ما بنتخدعش في الناس غصب عننا. احنا بنتخدع بمزاجنا. ايوه، بمزاجنا. مش معنى كده اننا بنختار ان حد يكذب علينا او حد يأذينا او حد يخذلنا، لا. لكن الحقيقه ان في اوقات كتير الشخص بيكون قدامنا وبيورينا هو مين من غير ما يتكلم ومن غير ما يقصد، وربنا بيدينا اشارات. الاشارات دي ممكن تجيلك في موقف، في كلمه، في تكرار حاجه معينه، في احساس جواك، وفي حاجه تانيه ربنا بيكشفها لك عشان يخليك تشوف الحقيقه وتوزن قبل ما تشيل. ايه المشكله؟ المشكله مش ان الاشارات ما وصلتكش، الاشاره وصلت لك. المشكله ان الاشاره وصلت لك وانت بتتجاهلها. وصلت لك مره وتجاهلتها، وصلت لك تاني وبرضه بتبرر، وصلت لك تالت وبتقولي لا اكيد انا فاهمه غلط، لحد ما الاشارات بقت واضحه زي الشمس، واضحه جدا، وانت لسه بتقول يمكن معلش، اصل عنده ظروف، اصل عنده كذا، يمكن يتغير، يمكن يجي يتقدمني، يمكن يتجوزني، يمكن، وهنا بقى تبدأ الحكاية. تخيل واحدة داخلة علاقة أو واحد داخل علاقة، أيا كان كلامي للاتنين، ذكر أو أنثى، امرأة أو رجل، كبير صغير، عجوز طفل، بتكلم كل الأنواع. تخيل مثلا واحدة داخلة علاقة، من أول العلاقة ما بدأت بتلاحظ حاجات معينة. بتلاحظ إن الشخص ده ساعات بيظهر وساعات يختفي، تبعت له رسالة ما يردش عليها، وبيشوفها وما يردش، ترن عليه وتليفونه بيرن وما يردش، مرة واتنين وعشرة وما يردش، ويجي لما يجي مزاجه يرد عليها ويقول لها معلش أصل كان عندي ظروف. هي تعمل ايه بقى؟ بتصدق. ماشي، من حقك تصدق يا حبيبتي، مش بقولك ما تصدقش، صدقي، ده أول مرة وأول علاقة وأول مرة تتعرفي على واحد وهيجي يتجوزك والكلام ده. صدقي، أنا معاكي، صدقي. ويكلمك ويمر يوم 2 10 ويعمل نفس اللي عمله، ترن عليه ما يردش، تبعتيله رسايل ما يردش، وما شاء الله بقى احنا ما بنتوصاش، وانتوا عارفين كده يا بنات. ليه بقى يا حبيبتي احنا ما بنتوصاش؟ وليه اللي انت بتعمل كده هي بتقعد ترن عليك كتير وبتبعت لك بدل الرسالة 10 كتير وتلاقي قصة. ليه هي بتعمل كده؟ لأن هي فعلا حبتك من قلبها، اتعلقت بيك، وانت كنت انت بتلعب فانت مش حاسس بيها، فعشان كده مديها الطرشة. أما هي فعلا هي ولا زنانة ولا كئيبة ولا بنت مش عارفة ايه، ولا بنت مش ولا مثلا، ولا هي إنسانة وحشة، ولا هي إنسانة مش مؤدبة، ولا هي إنسانة مش جاي لها عرسان، لأ. ممكن تكون جميلة جدا وبنت ناس ومحترمة، بس هي فعلا حبتك وصدقت انك هتيجي تتقدم لها وتتجوزها، ولما بتردش عليها بتقلق. هي ليه بترن مرة واتنين وعشرة؟ وانتوا يا بنات عارفين كده كويس، وكل واحدة قاعدة قدامي اللي عايشة في الموقف ده هتعرف، هتفهم انا بقول ايه. انت بترن عليه عشان فعلا قلقانة عليه، هي قلقت عليك، هي قلقت، مش قصدها حاجة، هي عايزة تطمن عليه. هي المرأة عايزة ايه من الراجل غير الأمان؟ الأمان. انت لما بتغيب عنها وما بتردش عليها بتضرب عندها الأمان، فبتتجنن، مبتبقاش عارفة تعمل ايه. هي عايزة تطمن عليك، عايزة تطمن انت فعلا معاها ولا مش معاها، فغصب عنها انا معاك يا حبيبتي، معاك، ما تقلقيش. غصب عنك ان انت بتعمل كده، وبتقعد ترن عليك مرة وانت بقى ما بتردش، ولما بقى يجي مزاجك ترد عليها. بصي بقى،
يقول لك ايه، انت تقول انت كنت فين، انت انا قلقت عليك، انت مش عارفه، يقول لك اسكتي اسكتي، مش انا حصل لي حادثه وكنت في غيبوبه، مش انا جات لي الغيبوبه، مش انا قعدت 10 ايام في الغيبوبه، ما كنتش عارف حد ولا فاكر حد، ما فيش الا اسمك انت بس، اسمك انت اللي كان بيخطر على بالي، وطول ما انا في الغيبوبه بيقولوا لي انت كنت عمال تقول يا سهى يا سهى يا سهى اي حاجه، انا بألف اسم على فكره ما فيش حاجه على لسانك غير يا سهى يا سهى. فايه، مش ما افتكرتش حاجه غيرك انت، فكنت في غيبوبه، سامحيني يا حبيبتي، انا ما اقدرش استغنى عنك، والحمد لله عقلي رجع لي تاني وكلمتك اهوت واحنا مع بعضينا. تصدق ويمر بقى الايام وتتكلموا وهوبا يعمل نفس الحركه، ترن عليه ما يردش، تبعتي له رسائل ما يردش، مره واثنين وعشرة ويوم واثنين وثلاثه، ولما يجي له مزاجه يرد عليك، تقول انت كنت فين يا حبيبي؟ يقول لك اسكتي، مش انا كنت بكفل يتيم ولا كان عنده اب ولا ام وانا كنت مشغول بيه؟ تصدقي وترجع نفس الخطوه، انت كنت فين؟ اسكتي، مش انا كان الموبايل بتاعي كان مسروق، مش هو اتسرق، مش هو اتسرق، انت ما تعرفيش ان الخط اتسرق، ما تعرفيش ان انا بقيت عماله ادور على كل الارقام وكنت هتجنن لحد ما وصلت لرقمك، وكل ما يغيب عنك يطلع لك وانت اصلا حاسه من جواكي انه كذاب وعارفه ان هو كذاب. ولكن ايه اللي بيحصل بقى؟ خليكي مركزه معايا، اللي بيحصل جواكي ان انت عايزه تجيبي اخره، انت بصي، انت حاسه ان هو كذاب وحاسه ان هو بيخدعك وحاسه ان هو بتاع بنات، وممكن يكون بيكلمك وبيكلم 10 زيك، هو مش فاضي، مش فاضلك انت بس، هو بيظبطك كام يوم وبعدين يظبط التانية بالترتيب، هو عامل لكم جدول. اللي بيحصل عندك بقى، ركزي معايا، ان انت عايزه تشوفي اخره ايه. انت ممكن توقف على فكره العلاقه، ممكن تنهيها، بس انت لا، انت خايفه تظلميه، خايفه تكوني ظالمه، فبتقولي لا انا هفضل معاه للاخر، بس كل ما بتفضلي معاه للاخر كل ما قلبك يتعلق بيه اكتر، كل ما تحسي بالعذاب اكتر، وانا اهو جايلك عشان اقول لك اخرته بلوك، اخرته هيعمل لك بلوك. استني يعمل لك بلوك ليه يا حبيبتي؟ مش هيعمل لك بلوك عشان انت وحشه ولا عشان انت مش عارفه، لا، هو يعمل لك بلوك عشان هو جبان. الشخص اللي بيلعب على البت وبيكلمها وبعد كده يعمل لها بلوك بيبقى جبان، جبان جبان، مش قادر يواجهك، اصلا هو مش هيتجوزك ولا هيجيلك، ففي اخرته ايه؟ بيستنى بيكي شويه، ولما يجي عماله تزني وعايزه في الحلال وعايزه فبيعمل بلوك وبيخلع منك وبيهرب منك، وانت يا عيني بتتعبي. ربنا معاكي. وانا كلامي موجه للرجل وللذكر، برضك الرجاله ممكن تتعلق بالواحده وتكلمها وانت حاسس من جواك ان البت دي لا لعبيه، البت دي مش سهله، البت ديت هي بتغيب عني ليه؟ هي ايه؟ انا عايزه تقول لها انا عايزه اجي اتقدم لك، تقول لك لا انا اصل انا بابايا مش عارفه ايه، اصل انا مش عارفه، اصل انا تقعد تقول لك اصل وفصل، وهي اصلا مش بتاع الجواز. فانا كلامي موجه للاثنين، في رجاله بتتعلق، في شباب بتتعلق وبتحب بصدق، يعني مش كل الشباب وحشين ومش كل البنات وحشين، واحنا كلنا ملايكه وكلنا حلوين، بس افهموا بس نفسكم، افهموا اللي بيحصل جواكم. انت مستنيه تشوفي اخرته ايه، فانا جايه اقول لك ايه اخرته؟ هيهرب منك ويخلع منك. وعشان ما يحصلش كده تعملي ايه؟ انا مش بقول لك سيبي العلاقه، لا خليكي، يمكن يطلع فعلا راجل محترم ويجي يتقدم لك ويتجوز يمكن، ولكن عشان ما يحصلش كده وقبل ما يعمل لك بلوك يا حبيبتي، خلي حبك متوازي، ما تتعلقيش بحد، ما تتعلقيش الا باللي خلقك. اقول لكم معلومه، لو لقيتي نفسك متعلقه قوي بالشخص ده وروحك في ايده، لو لقيتي نفسك ليلك زي نهارك وطول النهار وطول الليل بتفكري فيه، لو لقيتي نفسك
الدقيقتين الثلاثه اللي هو بيكلمك فيهم هي ديت اللي بترجع لك روحك فيها. لو لقيتي قلبك متعلق قوي 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 بالشخص ده، وانت كمان لو لقيت قلبك متعلق قوي بالإنسانة دي وبتفكر فيها ليل ونهار، تنام وتصحى عليها وبتستنى المكالمة اللي تكلمك فيها، عايزة أقول لك يعني ما تصدمش، مش هتكمل. أي حب فيه تعلق شديد قوي مش هيكمل، والله ما هيكمل، مش هيكمل. أنا جاية أقول لك أهو، الحقي نفسك وحبي بتوازن. مش هقول لك سيب الشخص، مش هقول لك اكره الشخص، مش هقول لك ما تحبهاش، لا حبها واهتم بيها. مش هقول لك سيبيه ولا هقول لك ما تحبوش، لا حبيه وانت حبها، بس حب فيه توازن، حب بعقل، ما تعلقش سعادتك كلها وحياتك كلها عليها هي، وانت ما تعلقيش حياتك كلها عليه هو. لان والله ما هيكمل الحب اللي فيه تعلق. ليه بقى؟ انا كده خرجت عن الموضوع خالص، بس هقول لكم كلمه على السريع. اللي فيه تعلق بيحصل نفور، اي حب فيه تعلق بيحصل نفور، الطرف الثاني هينفل منك على طول غصب عنه مش بمزاجه. دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه بعيده عن ان هو اصلا كده كده كذاب، كده كده خادع، لا. احنا بنتكلم دلوقتي على الشخص اللي هو صادق فعلا معاكي، على الشخص اللي هو خطيبك، على زوجك، على ايا كان بقى الشخص ده، وهو فعلا صادق معاكي وبيحبك معاكي، بس وبيحبك فعلا. بس لو انت تعلقت بيه قوي 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 زياده عن اللزوم هينفل منك. هي دي طبيعتنا، هي دي الطبيعه. وهو كمان لو لزق فيكي ومتعلق بيكي قوي هتنفلي منه. فايه الصح؟ اللي هو التوازن، حب بتوازن. نرجع لموضوعنا. بيحصل ايه بقى؟ ان هي بتبدا تصدق الشخص ده وبتكذب احساسها هي. هنا الاشاره موجوده، لكن هي بدل ما تقف وتسال نفسها ليه ده بيتكرر معايا، تقولي يمكن فعلا عنده ظروف، يمكن انا شكاكه، يمكن انا بظلمه، يمكن انا مكبره الموضوع، فتبدا تصدقه هو وتكذب احساسها. تبدا تصدقها هي وتكذب احساسك. وممكن الاشاره توصل لك في رؤيه صادقه تخلي قلبك يقف ويقول لك خد بالك، خدي بالك. الرؤيه الصادقه دي ممكن تنبيه من ربنا، والانسان المفروض لما يشوفها ما يتجاهلهاش، خصوصا لو الواقع نفسه فيه إشارات متكررة، فيه إشارات بتتكرر بتأكد له إن في حاجة محتاجة وقفة. والله أعرف واحدة كانت بتحلم باللي بيحصل، تصحى تاني يوم بتلاقيه حصل. دي إشارات من ربنا. مش بس كده، في واحدة ممكن تكون شايفة قدامها حاجات كتير في العلاقة، وفي نفس الوقت يكون جواها إحساس قوي جدا إن العلاقة دي مش مريحة، وإنها ممكن تكون مؤذية، وإنها ممكن تأذيها، وبالرغم من ده كله تختار تتجاهل. هنا المشكلة مش إنك ما شفتش ولا إنك ما شفتيش، أنت شفتي وحسيتي بس ما كنتش عايزة تصدقي، لأنك كنت متعلقة بالصورة اللي نفسك تشوفيها في الشخص اللي قدامك. كنت عايزة تصدقي إنه كويس، كنت عايزة تصدق إنه مختلف، كنت عايز تصدق إنه مختلفة عن باقي البنات، كنت عايزة تصدق إنه هيتغير، كنت عايزة تصدق إنه فعلا هيجي يتجوزك ويتقدم لك، كنت عايزة تصدق إنه فعلا بيحبك. في كل إشارة كانت بتقولك خلي بالك خلي بالك، كنت بتردي عليها بمعلش أنا شكاكة. ودي مش بس بتحصل للستات زي ما قلت لكم، بتحصل للرجالة كمان. أنا بتكلم على الاتنين. تلاقيها بتغير في وعودها كمان، ويفضل كل مرة يلاقي مبرر جديد لحد ما العلاقة تقع، ويقول أنا اتخدعت فيها، وهي تقول أنا اتخدعت فيه. لأ يا صديقي ولأ يا حبيبتي، انت شفت الإشارات كانت موجودة، بس انت اخترت انك تصدق الكلام اللي يريحك، كذبت الإحساس اللي بينبهك، وانت كمان كذبت الإحساس اللي كان بينبهك والإشارات. وعشان كده أنا بقول لك احنا بنتخدع بمزاجنا، لأن الشخص اللي قدامك مش بيظهر لك فجأة كده بيوم وليلة إن هو إنسان مخادع، لا، هو كان بيظهر لك من البداية.
اصل الانسان الكذاب ده بيبان في تصرفاته. الكذب كان موجود، والتناقض كان موجود، والتجاهل كان موجود، وقلة الاحترام كانت موجودة، والاستغلال كان موجود. لكن احنا بنعمل ايه؟ بنبدأ نجمل الحقيقة، نشوف الكذب ونقول يعني ما كلنا بنكذب، هي جت عليه. نشوف الشخص يتجاوز، نقول ما كل الرجالة بتتجاوز، ما كل الرجالة بصاصة، او ما كل الستات كده. نشوف انه مش مناسب فنقول يعني هو في حد عايش مع حد مناسب دلوقتي؟ ما كلهم ونبدأ نقنع نفسنا ان العيب اللي احنا شايفينه عادي، وان الحاجة اللي بتوجعنا لازم نستحملها، وان الشخص اللي قدامنا لازم نغيره وبيقابلني لو اتغير، لحد ما نلاقي نفسنا في اخر الطريق بنقول ياه ده انا اتخدعت. لا، انت ما اتخدعتش، انت تجاهلت. وفي فرق كبير جدا بين الاتنين، لانك لو فهمت الفرق ده هتبدأ تتحمل مسؤولية اختياراتك من غير ما تجلد نفسك، مش عشان تلوم نفسك لكن عشان تتعلم ان الاشارات اللي جايه لك لازم تقف عندها، تتعلم ان الاحساس اللي جواك ما بيكذبش، تتعلم ان الافعال اهم من الكلام، الافعال اهم من الكلام، الافعال اهم من الكلام. ها يا بنات، الافعال اهم من الكلام. ها يا رجاله، الرجاله الافعال اهم من الكلام. وتتعلم ان التكرار بيكشف الحقيقه، لان موقف واحد ممكن يكون ليه تفسير، لو موقف واحد بس هيبقى فيه تفسير، لكن لما نفس التصرف يتكرر مرة واثنين وعشرة، هنا ما ينفعش تفضل تقول صدفة أو تفسر أو تبرر. ربنا بيوضح لك عشان توازن قبل ما تشيل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انت اللي ظلمت نفسك، انت اللي ظلمت نفسك، احنا اللي بنظلم نفسنا، لأن الإنسان ممكن يعرف الحقيقة وبعدين يختار إنه يخبيها عن نفسه. على فكرة بتحصل، بتخبي الحقيقة عن نفسك، أنت مش عايز تشوف الحقيقة، بيشوف الحاجة زي ما هي وبعدين يفضل يبررها عشان يعرف يكمل. وده من أصعب أنواع ظلم الإنسان لنفسه، إنك تعرف إن الشخص مش مناسب وبتكمل، تعرف إن العلاقة بتوجعك وبتكمل، تعرف إن في استغلال وتقول معلش، تعرف إن في عدم احترام وتقول أصله عصبي، تعرف إن في كذب وتقول يمكن عنده سبب، وبعدين لما تتعب على الآخر تقول أصل أنا طيب والناس بتيجي عليا. لا، الطيبة مش إنك تلغي عقلك، والتسامح مش إنك تسمح بتكرار الأذى، وحسن الظن بالله مش إنك تكذب الواقع. ومش مطلوب منك إنك تشك في كل الناس، لكن مطلوب منك إنك تشوف الفعل، تشوف التكرار، تشوف التناقض، وتشوف الشخص زي ما هو مش زي ما انت عايز. وعارف احنا ليه بنبقى مصرين نكمل في سكة احنا عارفين نهايتها من اول يوم؟ عشان بنحب الامل اكتر من الحقيقة. بنقول يمكن يتعدل، يمكن بكرة يتغير، يمكن الحب يغيره، يمكن لما اتجوزه يبقى أحسن، يمكن لما أحبه أكتر يفهم. لكن الحقيقة أنت مش مطلوب منك تصلح حد، أنت مطلوب منك تختار صح. ما تدخلش علاقة وأنت شايل أمل إنك هتغير الطرف التاني، ادخل وأنت شايفه زي ما هو، لأن الشخص اللي قدامك النهاردة هو الشخص اللي أنت بتتعامل معاه، مش النسخة اللي في خيالك. وعشان كده قبل ما تدخل أي علاقة ما تسألش بس أنا بحبه، اسأل هل هو مناسب ليا؟ هل أفعاله متوافقة مع كلامه؟ هل بيحترمني؟ هل أقدر أثق فيه؟ هل وجوده في حياتي في أمان وراحة؟ ولا أنا طول الوقت بشك وببرر
وبدافع وبحاول أقنع نفسي إن العلاقة ماشية صح. لأن لو كل يوم محتاج تبرر تصرفات الشخص عشان تعرف تكمل، يبقى أنت مش عايش العلاقة، أنت عايش في محاولة لإقناع نفسك بالعلاقة. وعشان كده كفاية تبرير، كفاية ضحك على النفس، ما تضحكش على نفسك أكتر من كده، ما تضحكيش على نفسك أكتر من كده. كفاية إنك تشوف الحقيقة وتقول مش مشكلة. خلي عيونك مفتوحة وعقلك واعي وإحساسك حاضر. لو شفت إشارة ما تستعجلش على الحكم، إحنا ما بنحكمش على حد، الحكم لله. لكن في نفس الوقت ما تكذبش نفسك، ما تكذبش إحساسك. اسأل التصرف ده حصل مرة ولا بقى نمط حياته؟ الكلام متوافق مع الأفعال ولا كلام وبس؟ أنا بدي فرصة ولا ببرر نفس السلوك كل مرة؟ أنا شايف الشخص زي ما هو ولا شايف الصورة اللي نفسي أشوفها؟ لأن أوقات كتير إحنا مش بنحب الشخص الحقيقي، إحنا بنحب الصورة اللي إحنا رسمناها في خيالنا وفي دماغنا. وخلي بالك، مش كل حد تحبه ينفع تكمل معاه، ومش كل حد تتمناه يكون خير ليك. وأحيانا ربنا بيكشف لك الحقيقة بدري عشان يحميك من وجع أكبر بكتير. فما تستناش الكارثة تحصل عشان تصدق الإشارة، ما تستناش الخيانة عشان تعرف إن الشخص مش أمين، ما تستنيش البلوك يا حبيبتي عشان تعرف إنه بيخدعك وبيضحك عليكي، ما تستنيش الإهانة العشرة عشان تصدق إن الإهانة الأولى كانت إنذار. خد بالك من أول الطريق قبل ما تدفع ثمن آخره، لأنك مش مطلوب منك تعرف المستقبل، لكن مطلوب منك ما تتجاهلش الحاضر. واقفة مع نفسك من غير تبرير، من غير إعذار، ومن غير ما تكذب إحساسك. ابدأ بنفسك، افتح عيونك وشوف الناس زي ما هي، مش زي ما نفسك تكون. لأن أحيانا أكبر خدعة في حياتنا مش إن إحنا اتخدعنا، أكبر خدعة إننا خدعنا نفسنا عشان كنا عايزين نصدق أمانينا وأحلامنا، ونصدق الصورة اللي رسمناها للشخص اللي معانا أكتر ما كنا عايزين نصدق الحقيقة نفسها. والنهاردة ممكن تكون بداية جديدة، بداية إنك تحب بوعي وتثق بوعي وتختار بوعي وتحافظ على نفسك، وتحافظ على نفسك من غير قسوة ومن غير خوف ومن غير تبرير. واقفة مع نفسك وبداية جديدة من غير تبرير. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله تعالى. سلام.